السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز ايفون 11 برو ماكس. جهاز فيه مشكلة، اللي هو المفروض بيراستر كل شوية. الأجهزة اللي بتراستر كل شوية دي في الأغلب بيبقى دايما في الفلاتة بتاعت السماعة. ممكن يبقى في فلاتة الشحن، ممكن يبقى بطارية، ممكن يبقى عيب على البوردة، حاجات كتير جدا. ولكن في اعدادات معينة احنا بنعرف منها، او في رسائل او بانك معين احنا بنعرف منه ايه سبب الريستارت بتاع الجهاز. سبب الريستارت بتاع الجهاز ده كان جاي في مشكلة في الريستارت، وكان في آثار مية زي ما انتم شايفين كده، وقع في مية. فاحنا هنا بعد ما كشفنا وشفنا البانيك اللي هو عامل مشكلة الريستارت، عرفنا ان الجهاز فيه مشكلة في الفلاتة بتاعة السماعة. الفلاتة بتاعة السماعة دي مرتبط بيها حاجات كتير جدا. انا هنا دلوقتي فاصل الفلاتة علشان خاطر الجهاز ما يرسترش، بس هركب لك الفلاتة دلوقتي وهوريك الجهاز بيرستر ازاي عشان تبقى برضه ايه الصورة واضحة. كده انا ركبت الفلاتة، هفتح بس الجهاز، افتح بصوت. طبعا هو هنا جايب لي رسالة في مشكلة في بصمة الوجه، عشان أنا كنت شايل فلاتة السماعة. فلاتة السماعة هنا ماسكة الفيس اي دي، وفي نفس الوقت ماسكة الامبيانت لايت سensor، وماسكة سماعة المكالمات، وماسكة السنسور بتاع المكالمة. اللي انت لما تيجي تعمل مكالمة المفروض السنسور بتاع المكالمة يفصل. فهتلاقي هنا برضو السماعة والسنسور مش شغال. السماعة الخارجية هي اللي شغالة، سماعة السبيكر والجهاز راستر. واحنا بنجرب اهو الجهاز راستر، السبيكر هو اللي بيبقى شغال وسماعة المكالمات مش شغالة. بس الجهاز أنا مركب دلوقتي في فلاتة السماعة عشان خاطر اوريك المشكلة. الجهاز دلوقتي اهو فصل ورستر، رستر على لوك اب. مش هيفتح، هيفضل بقى يعمل ريستارت بسبب موضوع الفلاتة زي ما انت شايف كده. تعالى بقى هنا نشيل الفلاتة سوا مع بعض عشان تبقى انت شايف كل حاجة بعينك وتبقى عارف مشكلة الريستارت ايه. بيبقى دايما في معظم الأجهزة اللي هي ال 11 وال 11 برو وال 11 برو ماكس، ممكن تبقى في التويلفات برضو، سبب الريستارت الأكتر بيبقى في الفلاتة دي. ولكن في رسالة بانك في الإعدادات بنعرف منها المشكلة. الجهاز فتح، الجهاز فتح وبقى ايه، مفيش أي مشكلة في الريستارت. اتنين، اتنين، الجهاز شغال. طيب احنا هنا بقى علشان نغير الفلاتة بتاعت السماعة، زي ما انا قلت لكم الفلاتة دي ماسكة الفيس اي دي، وماسكة سماعة المكالمات، وماسكة السنسور بتاع المكالمات. يعني انا هنا دلوقتي لو حبيت اجرب النغمة، النغمة طالعة من تحت، بس المفروض ان النغمة بتطلع من تحت ومن فوق. عاوز اعمل دلوقتي اجرب مكالمة، مش هتلاقي الصوت طالع من المكالمات خالص، والسبيكر المفروض هو اللي يبقى بيطلع الصوت. طبعا انا فاصلها علشان خاطر الجهاز ما يرسترش. الفيس اي دي مش هيبقى شغال، سنسور المكالمات مش هيبقى شغال زي ما انا قلت. عشان احنا بقى نغير الفلاتة دي بفلاتة تانية شغالة، الجهاز هيشتغل ومش هيرستر وهيبقى شغال صوت مفيش مشكلة خالص، وهيبقى كمان شغال سنسور مكالمة. ولكن مش هيبقى شغال معاك فيس اي دي. طيب ليه مش هيبقى شغال معاك فيس اي دي؟ علشان خاطر هنا انت بتبقى محتاج تجيب فلاتة جديدة. دلوقتي انت بتبقى محتاج تجيب فلاتة جديدة زي كده. دي الفلاتة بتاعت السماعة، طبعا مش نفس الموديل، انا بس بقى اوريك. محتاج تجيب فلاتة جديدة زي كده، تمام، عشان تغيرها. طيب في عندك هنا
المكونات بتاعت الفيس اي دي الامبيانت لايت سنسور اللي خاص هنا برضو بالفيس اي دي والبروكسيمتي سنسور. طيب عندك هنا علشان خاطر تغيرهم لازم تنقل المكونين دول للفلاتة اللي انت هتجيبها جديدة. تاخد المكونين دول من الفلاتة القديمة للفلاتة الجديدة. هوريك دلوقتي واحنا بنفك الفلاتة عشان خاطر تاخد بالك من المكونات اللي انا قلت لك عليها دي شكلها عامل ازاي. هنا بنفك اهو الفلاتة اللي هي فيها المشكلة، خلي الجهاز يرستر. احنا كده اهو فكينا الفلاتة. دي الفلاتة اللي هي فيها المشكلة. الفلاتة ايه اللي هي فيها المشكلة. هننقل بقى احنا المكون. هوضح لكم برضو الصورة اكتر وهحط لكم صورة تبقى عارف ايه اللي انا بنقله. المكون ده المكون بتاع الخاص بالامبيانت لايت سنسور. هننقل المكونين دول في الفلاتة الجديدة علشان خاطر الفيس اي دي يشتغل معانا. وبعد لما هننقلهم هنركب الفلاتة وهنشغل الجهاز. هيبقى كده معاك الفيس اي دي اشتغل، هيبقى معاك سماعة المكالمات اشتغلت، هيبقى معاك السنسور بتاع المكالمات اشتغلت، والإضاءة الأوتوماتيك اشتغلت. انت لما بتيجي تخش على الإعدادات علشان خاطر تعمل الإضاءة تعلي وتوطي الإضاءة أوتوماتيك، فده برضو مرتبط بالأمبيانت لايت سنسور اللي في الفلاتة. يعني الفلاتة دي ماسكة أربع حاجات: الجرس، السماعة اللي فوق، والفيس اي دي، وسنسور المكالمات، وسنسور الإضاءة. فأنت هنا عندك لما يبقى الجهاز بتاعك فيه مشكلة وعاوز ان انت تشغل الفيس اي دي لازم تنقل المكونات بتاعت الفيس اي دي اللي في الفلاتة القديمة للفلاتة الجديدة. مش فارقة معاك الفيس اي دي ومش عاوز مثلا تكلف نفسك، لان لو شايف مثلا ان التكلفة دي ممكن تبقى اعلى شوية من التكلفة العادية. في ناس بتبقى مش فارقة معاها مثلا الفيس اي دي، يقول لك لا خلاص ايه، ركب لي الفلاتة الجديدة اللي هي سواء بقى اصلي او كوبي، وخلي الجهاز اهم حاجة يشتغل عشان ما يبقاش الجهاز بيراستر. ساعتها دي حاجة تانية. انما لازم تبقى عارف زي ما انا قلت قبل كده، علشان الفيس اي دي يشتغل لازم تنقله من الفلاتة القديمة للفلاتة الجديدة. انا بس كنت بوضح لكم الفلاتة دي ماسكة ايه بالظبط، ولما بتراستر وبتغير الفلاتة لازم هتغيرها كده من غير ما تنقل حاجة، ولا لازم تنقل المكونات علشان خاطر الفيس اي دي يشتغل. بس كده. يا رب تكون خدت بالك من المعلومة اللي انا قلتها عشان تبقى عارف ان الفيس اي دي عشان يشتغل لازم يبقى مرتبط بالفلاتة الأمامية مع الدوت بروجيكتور. بس كده. وما تنساش لو انت استفدت معانا في حلقة النهاردة تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان ننزل لك كل جديد. وطبعا لازم تبقى عارف ان لو موبايلك فيه مشكلة في حاجات كتير جدا في الصيانة لازم تبقى فاهمها ولازم تبقى عارفها، علشان على الأقل لما تروح لمركز صيانة تبقى فاهم وعارف هو بيعمل ايه. وهو لما بيكلمك ويفهمك حاجة تبقى انت برضو عندك خلفية وفاهم ايه اللي بيحصل بالظبط في التليفون بتاعك، طريقة التصليح عاملة ازاي، تبقى مدرك اللي بيحصل في جهازك. بس كده. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.